السلام عليكم، انا اسراء. عاملين ايه؟ اتمنى ان انتم تكونوا كويسين. فيديو النهارده هيكون عباره عن تجربتي مع او ريفيو عن الفاونديشن ده من اوريفليم. فلو انت عايز تعرفي ايه رايي عن الفاونديشن ده، تابع الفيديو لحد اخره. اول حاجه الفاونديشن ده اسمه من اوريفليم، من ماركه زوان. اسمه مات فيلفت فاونديشن. فده كويس للبشره الدهنيه، لان اي حاجه مكتوب عليها مات ده معناه ان هي مفيهاش لمعه، فتبقى كويسه جدا للبشره الدهنيه. درجته اسمها بورسلين على ما اعتقد. هو انا هقول اللي مكتوب 31587 بورسلين. اعتقد هي بورسلين، بس هي اللي هي الدرجه يعني. درجته يعني هي قمحوية رايحة على فاتحة. مش هو يعني مشكلة الشركات وكده ان هي مش بتدي درجات كويسة قوي، فانا ده حاسة ان هو فاتح عليا شوية، بس هو رايح على اصفر، ودي حاجة حلوة ان هو مش رايح على بينك، لان انا بشرتي رايحة على اصفر مش رايحة على بينك، فده عاجبني. بس هو للأسف فاتح شوية عليا. بس لو انتي افتح يعني هو القمحوية الفاتحة مش القمحوية الغامقة. فبس هي دي اللي موجودة في السوق، ودي اللي انا قدرت اجيبها يعني. بعد كده ده 30 ملي، اي فاونديشن 30 ملي، رغم ان العبوة صغيرة شوية بس هو 30 زي اي فاونديشن يعني. الاس بي اف فيه 20، فلو انتي ودي حاجة كويسة لو انتي مثلا نسيتي السان سكرين بتاعك او واقي الشمس، تحطي منه كويس يعني 20. مش هتحمي قوي، بس يعني احسن من مفيش. فدي حاجة كويسة ان هم حاطينها في فاونديشن. بعد كده نقول ان هما كاتبين ان هو ووتر بروف، يعني واقي من الشمس. سوري، ووتر بروف يعني ضد المية. بس انا دي مش عارفة هي صح ولا لا، ما جربتش هل هو فعلا ضد المية ولا لا. سعره انا جبته ب40 جنيه، كان عليه عرض. هو اكيد باغلى كده، اعتقد 100 وحاجة. بس اوريفليم كل شوية يعني شهر يعلى وشهر يعني شهر، يعني الاسعار بتتغير من الاخر يعني مع اوريفليم. انا اشتريته ب40، يعني حصلته كان ب40. بعد كده نيجي على التغطية بتاعته. تغطيته عالية، تغطيته حلوة. ممكن كمان تبنيه، يعني مش هيبان كيكي قوي، يعني تحط طبقة، ممكن تحط طبقة تاني، بس انا مش بحب قوي احط طبقتين. هي طبقة واحدة على الوش كله. بعد كده لو حسيت ان في مناطق عايزة تغطية زيادة بحط عليها، لكن مش بحط في وشي كله، لان حاسة ان هو يبقى كتير قوي على البشرة ومش هتعرف تنفس، هيضر يعني البشرة. فبحط طبقة واحدة، ولو حتت حساها محتاجة تغطية بحطها. بيثبت ولا لا؟ هو بيثبت بس مش لفترة طويلة قوي، يعني هو جودته متوسطة. شفت احسن من كده، بس هو يعني انا مش بطول عامة يعني برا، يعني 4 ساعات او 5 ساعات هيقعد معاكي. لو ثبتيه هيقعد معاكي كويس جدا، فدي حاجة كويسة. وهو تغطيته، انا اتكلمنا عن التغطية واتكلمنا عن هو ليكويد قوي، نسيت اقول ان هو ليكويد قوي، فتعرفي توزعيه. ممكن توزعيه بايدك، ممكن توزعيه بالفرشة، ممكن كمان توزعيه بالبيوتي بلندر لوحديها، ودي حاجة كويسة. ولو مش محتاجة برضو صوابعك، لان هو لو مش معاكي اي حاجة من دول صوابعك بتبقى كويسة. ممكن يعني دي تفرديه كويس بصوابعك بس، ودي ميزة يعني، لان في ناس كتير اوي مش بيبقى معاها اي فرش او كده، فدي هتكون مناسبة. بيبين المسام ولا لا؟ هو مش بيبين قوي، بس مش بيبين المسام لا. بس تحطي برايمر تحته طبعا، علشان يعني يبقى سهل توزيعه اسهل يعني. بس هو لوحده يعني برضو سهل. انا بصراحة مش حاسة ان البرايمر بيبقى قوي، يعني مش بيعمل حاجة جامد يعني، لكن يعني بحط علشان بس ان هو يعمل طبقة عازلة عن الفاونديشن، يعزل البشرة عن الفاونديشن. فانا بستخدم البرايمر كده، لكن هو ده مش بيحتاج برايمر قبله، بس تكوني منضفة وشك كويس وحاطة وعاملة المقشر يعني. وبس هو ده كان كل اللي انا عايزه اقوله عن الفاونديشن ده. انا عجبني، وبالنسبه للسعر اللي انا اشتريته حلو. بس انا بصراحه ما اعتقدش ان انا هجيبه تاني، مجرد ان الدرجه فاتحه شويه عليا، وانا ما بحبش الحاجات تبقى فاتحه قوي عليا. يعني من بعد ما جربت اماندا
درجة 4 كان درجتي بالظبط. حسيت ان انا ببان طبيعية احلى لو كان الفاونديشن درجتي بالظبط، لكن ده افتح شوية فمش حباه. فلو انتي طلع درجتك هو حلو في كل حاجة، بس هي المشكلة في الدرجة. فلو لقيتي درجتك ولو كانت الدرجة دي عجباك اشتريه، لان هو ممتاز في كل حاجة. وبس، هو ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا اعجاب واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. انا اسراء، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.